شنو غادي يوقع للدوله ديال الجزائر الا ما بغاش تسمع الكلام ديال الرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي كيتجلى بجوج ديال النقاط من بعد 60 يوم اللي هي من بعد شهرين الاخوان قبل كاس افريقيا اللي غادي يكون بالمغرب. النقطه الاولى اللي قالها المبعوث ستيفن ويتكوف الامريكي، والنقطه الثانيه اللي قالها المستشار الامريكي اللي زار دوله الجزائر. النقطه الاولى وهي تصالح مغربي جزائري خاص الجزائر توافق عليه. والنقطة الثانية الإخوان وهي أن الجزائر عليها التخلي على عصابة البوليزاريو اللي غيكون ضمن هذا التصالح المغربي الجزائري. خاص البوليزاريو تقول لها باي باي. وبالنسبة للشعب الجزائري أنه انقسم لجوج، كاين واحد النصف اللي كيشكر المغرب وتيقول شكرا للمغرب أنك خليتي الجزائر تخلى على هاد عصابة البوليزاريو. علاش؟ بسببها أن الميزانية والثروات الجزائرية قد نهبت، قد سرقت. وكاين النصف الثاني اللي ما باغيش التصالح وهو مع عصابه البوليزاريو، قال لك البوليزاريو خاصها تبقى. وهادو الاغلبيه ديالهم غتلقاهم اما محللين اما مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي. علاش؟ هما مستافدين ماديا في الخفاء الاخوان. علاش؟ الا مشات هذه القضيه ديال الصحراء المغربيه والمغرب تصالحات مع الجزائر وتم طرد عصابه البوليزاريو الى سوق الخرده، ما غتبقاش هنالك استفاده عندهم. لهذا صراحه هما مستافدين ماديا، وخلي الشعب الجزائري الاخر ما يستافدش، هما المهم يستافدوا هما. وكاينين بعض من الشعب الجزائري كيقول لكم نتوما كتمشيو للاعتراف ديال الميريكان. حنا الاعتراف ديال الميريكان دايرينه ضد في الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. علاش؟ هو منين كتسولوا على الصحراء المغربيه وعصابه البوليزاريو شنو تيقول؟ الملف عند الامم المتحده. وحنايا مشينا عند هذاك مجلس الامن قلنا لهذوك الدول كاملين بريطانيا وفرنسا وامريكان والصين غتعترفوا بالصحراء المغربيه. صافي اتفقوا معنا قالوا لنا غادي نعترفوا لكم بالصحراء المغربيه. حنا ما كرهناش نمشيو غير عند اسبانيا، هي اللي كتمحك